يا هلا والله، ويسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير. أتمنى أنكم تكونون بصحة وعافية دائما يا رب. اليوم فيديو جديد إن شاء الله في وصفات لذيذة حتعجبكم. خلونا نشوف مع بعض وصفتنا الأولى. في وصفة مرة لذيذة، أول مرة أسويها وعجبتني مرة كثير، اللي هي دجاج بالقشطة. أول شيء أخذت الدجاج ونظفته وشلت عنه الجلد ونظفته بالخل والليمون والملح، وبعد كذا حطيت شوية زيت وراح أحمس الدجاج فيه. حضيف عليه البهارات المطحونة زي الكركم، البهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة. ححمس الدجاج مع البهارات وبعدين حضيف عليه البصل والفلفل. الأهل سبايسي اللي يحبون الأكل الحار تقدرون تضيفون فلفل حار، أنا هنا حطيت فلفل أخضر بارد. المهم حطيت البطاطس بعد ما قطعته صغار بهالشكل. راح أحمس المكونات مع بعض، بعدين حضيف عليها علبة قشطة وأضيف شوية موية، لا تكثرون الموية، تقريبا كوب أو كوب ونص حسب كمية الدجاج اللي عندك. خلاص بعد ما تخلطين كل مكوناتك مع بعض تركيها تطبخ على نار هادية. أخذت مني تقريبا 25 دقيقة. عندي الدجاج مبرد، ما حياخد معايا وقت، ومقطع صغار مرة ما حياخد معايا وقت. المهم قدمته مع الرز الأبيض وسوينا جنبه تبولة، طلعت مرة لذيذة. وقت التقديم لا تنسون ترشون على الدجاج البصل المقلي، وعليكم بالعافية. الوصفة الثانية اللي بسويها معاكم كب كيك الشوكولاتة، مرة لذيذة بنات وخفيف ومكوناته بسيطة. حطيت المكونات السائلة في الخلاط اللي هي القهوة والبيض والزيت والسكر والفانيليا والحليب البودرة، خلطتهم تقريبا أخذت لها دقيقتين إلى 3 دقائق. المكونات الجافة حنخلها مع بعض، اللي هي المواد الرافعة مع الكاكاو البودرة والدقيق. المواد الرافعة اللي هي البيكنج صودا والبيكنج بودر، وبرضه حطيت فانيليا مع المكونات الجافة. أخلط المكونات الجافة مع بعض، بعدين حصب عليها المكونات السائلة. أمزج الخليط مع بعض ولا تبالغون في الخلط. خلاص أول ما يختفي معاكم الدقيق وقفوا الخلط عشان ما يخرج الهواء من الخليط. عندي هنا حبيبات الشوكولاتة، أي نوع أنتوا تفضلونه وتحبون تضيفونه تقدرون تضيفونه. اللي تحب المكسرات والجوز تقدر تضيفه في الخليط. خلاص مجرد ما تختفي وتختلط في الخليط حوقف خلط. الآن حصبها في القوالب الفردية، لو حبيتوا تصبونها في قالب واحد براحتكم. بالنسبة للفرن أنا دائما أشغل الفرن من فوق ومن تحت، وأخلي الصينية في الرف السفلي، درجة الحرارة 180 درجة. خلاص بعد ما خبزتها تبارك الرحمن ما حكيكم عن الطعم والريحة، شي خيال. تصلح مع الفطور، مع القهوة، للأطفال، لكم. مرة لذيذة، كيك البيت لا يعلى عليه. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله كيف هش، تبارك الرحمن. ومن جوا طعم الشوكولاتة شي خيال. الكل عشاق الشوكولاتة لا تفوتكم الوصفة. وصفتنا الثالثة والأخيرة، عندي هنا كمية من الكوسة. خفت إنها تخرب، قلت بسوي صينية سريعة. حشيت الكوسة بالكشنة الرز، صفيتها، زادت عندي كشنة حطيتها في أسفل الصينية. عندي هذه الطماطم وصلصة الطماطم ضربتهم في الخلاط، حصبها فوق الكوسة، حقصدر الصينية وأدخلها الفرن تقريبا 45 دقيقة. حغطيها أول شي في ورق زبدة، بعدين حغطيها في القصدير وأطلعها بعد مرور 45 دقيقة. صارت معايا جاهزة لذيذة. أنا أموت في الكوسة المحشية سواء كانت بقدر الضغط أو بالفرن، النتيجة واحدة. وعلينا وعليكم بألف عافية. طبقوا الوصفات وبإذن الله حتعجبكم وتعجب عائلتكم. أتمنى إن فيديو اليوم عجبكم لا تنسون اللايك، ولا تنسون تنشروا فيديوهاتي عند حبايبكم في جروبات الواتس. شاكرة لكم تفاعلكم، استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.